عايشين في البيت مع بعض زي الإخوات، والحب اللي كان بينكوا راح. شوفي حبيبتي، النهاردة هنتكلم عن حاجة بتوجع قلوب ستات كتير وبتحسسهم بالوحدة وهم متجوزين. ليه بعد سنين من الحب واللهفة بنلاقي نفسنا عايشين مع بعض زي الإخوات أو زملاء في سكن واحد، بناكل ونشرب ونربي الأولاد، بس الروح واللمعة اللي في العين انطفت؟ هل ده قدر محتوم لكل جواز، ولا في أسباب إحنا مش واخدين بالنا منها؟ النهاردة هنفهم ليه ده بيحصل، والأهم من كده إزاي ترجعي الأنوثة والرجولة لعلاقتكم من تاني. أول سبب بيواجهنا هو فخ الروتين والمسؤولية، يعني داخلين على إلغاء الحبيب. يعني إيه؟ أكبر عدو للحب هو الروتين. مع الوقت العلاقة بينكم بتتحول لشركة إدارة أزمات، دفع فواتير، مذاكرة الأولاد، وطلبات البيت. بننسى إننا حبايب، بنفتكر بس إننا أب وأم. لما بتلغي شخصية الحبيبة بتعيشي دور الأم لكل اللي في البيت. الراجل بيبدأ يشوفك بنظرة الأخت أو المسؤولة، وده بيقتل أي انجذاب عاطفي. هقولك حاجة كده ببساطة، اسمعيني حبيبتي. انتي أول ما تقدملك زوجك واتخطبتوا واتجوزتوا كنتي بتعامليه بطريقة غير اللي بتعامليه بيها بعد ما عشتوا كذا سنة مع بعض وخلفتوا. كنتي بتعامليه بمشاعر الحبيبة، اهتمام الحبيبة، بكلام الحبيبة. لما تحولتي الأم بقيتي في البيت بتربي وتذاكري وبتهتمي بيه كراجل، بتهتمي بكل حاجة بس اهتمام الأمهات. والراجل مش عايز أم تهتم بيه، الراجل عايز ست تهتم بيه. هو عايز دلع ستات مش دلع أمهات. هديكي مثال، ليه في راجل ممكن يعرف واحدة تانية وهو متزوج مع إنه بيحب زوجته وأولاده وبيته وما يقدرش أبدا يستغنى عنهم؟ لأنه هو واخد على اهتمامك كأم، عارف ان انتي بتربي ولاده ومهتمية بالبيت ومحافظة عليه وعلى كرامته وعليه هو كراجل. لكن في جزء ناقص في حياته اللي هو كان بياخده منك زمان أول ما اتجوزته أو أول ما اتخطبته. فهو كراجل غصب عنه بيفضل شوية كتير محروم من الشيء ده. منهم طبعا، أنا ما بقولش كل الرجالة، منهم طبعا بيضطر يشوف ده في واحدة تانية. فبيبقى متمسك بالحالتين، الزوجة اللي بتهتم بالبيت وبالأولاد وحافظة له بيته وحافظة له كرامته وبتهتم بيه كراجل، والتانية اللي بتديله المشاعر اللي اتحرم منها اللي كان بياخدها منه. وده طبعا شيء مش كويس إن إنسان يكون متزوج ويعرف واحدة تانية على زوجته، بس أنا بديكي مثال ليه ممكن الزوج يخون. هو فقد شيء كان بياخده منك زمان، انتي تحولتي غصب عنك لأم ليه مع الأولاد، نسيتي دلع الستات وبقيتي تهتمي وتدلعيه دلع أمهات. نيجي للسبب التاني، إهمال التفاصيل الصغيرة. يعني إيه؟ الحب بيموت ببطء بسبب الحاجات اللي بطلنا نعملها، الكلمة الحلوة واللمسة العفوية، النظرة اللي فيها إعجاب، الاهتمام بالشكل والريحة في البيت. شوفي، في قاعدة، الرغبة بتسكن في التفاصيل. لما بنهمل التفاصيل دي بحجة إننا كبرنا على الكلام ده أو إن إحنا مش فاضيين أو عشان الولاد، إحنا فعلا بنموت المشاعر بإيدينا. نيجي على السبب الثالث، هو غياب الحوار العاطفي. زي ما بيقولوا كده وكلمة حافظينها كلنا، الخرس الزوجي. لما بنبطل نتكلم مع بعض كإحنا وبنتكلم بس عن البيت بنبعد عن بعض نفسيا. الراجل بيدخل في الكهف بتاعه والست بتغرق في تفكيرها، وبيتبني بينكم حواجز من الصمت. الصمت ده مع الوقت بيبقى جدار عازل بيخلي كل واحد فيكم في جزيرة لوحده، فبتحسوا انكم أغراب أو إخوات بيتعاونوا في تربية ولادهم. السبب الرابع، الخلافات المتراكمة والزعل المكتوم. الوجع والكسرة اللي مش بتتعالج بتتحول لبرود. لما بتبطلي تعاتبي بصدق وتحلي مشاكلك معاه بيتبني طبقة من الجليد على قلوبكم عشان تحميه من الوجع. الجليد ده هو اللي بيخليكوا تتعاملوا في البيت رسمي زي الإخوات. بتختفي بينكم المشاعر لأن في زعل قديم محفور جواكوا لا طلع ولا اتحل بينكم. طيب، احنا اتكلمنا في المشكلة والأسباب، عايزين دلوقتي نتكلم عن الحلول. ازاي ترجعي الشغف تاني بينكم؟ ازاي ترجعي علاقتكم كراجل وست في البيت، مش أم بتربي وتنظف وتأكل وتشرب وبس؟ انتي لازم تستعيدي أنوثتك، ارجعي اهتمي بنفسك لنفسك أولا، واخرجي من دور الأم شوية اللي انتي عايشة فيه. انتي أم للولاد وبس، لكن انتي زوجة ليه، انتي معاه لازم تكوني ست، لازم تهتمي وتدلعي دلع ستات. اطلعي من دايرة اهتمام ودلع الأمهات.
تاني حاجة اكسري الروتين. انت حاولي تخصصي ولو ساعة في الأسبوع تكونوا فيها حبايب بس، من غير كلام عن مشاكل البيت أو مشاكل الولاد. النقطة اللي بعد كده لغة التقدير. يعني ايه؟ شوفي حبيبتي، الراجل بيحب الست اللي تقدره، والست اللي بتنور بالكلمة الحلوة. ارجعوا قولوا لبعض شكرا، تسلم ايدك، تسلم ايدك. الكلام ده بيبقى بين الأزواج حلو. ونقطة مهمة بقى هي المسافات الصحية. يعني ايه حبيبتي؟ شوفي يا صاحبتي، ساعات القرب بزيادة بيخنق الرغبة. أسفل بعض الستات اللي هقول عليهم إن هم دايما بيبقوا لازقين في زوجهم. يعني بتعمل ايه، بتكلم مين، بتاكل ايه، رحت فين، جيت امتى، جاي امتى. اللزقة دي بتخنق الراجل وبتزهقه. خلي ليكي اهتماماتك الخاصة، حياتك، حاجات بتحبيها، حاجات تشغلي نفسك بيها. ده بيخليكي دايما متجددة في عينه. في النهاية، الجواز مش معناه ان الحب يخلص. الجواز هو رحلة محتاجة انك تهتمي كل يوم بيها. عايزة اقولك ان العامل الكبير والقوي عليكي انت. قولولي في التعليقات، هل حسيت في وقت ان علاقتك بقت روتينية؟ وايه اكتر حاجة بتعملها عشان تكسر الملل ده؟ انا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة. شكرا.